بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سقطت غرناطة آخر قلاع المسلمين في إسبانيا، وكان ذلك نذير بسقوط صرح الأمة الأندلسية الديني والاجتماعي، وتبدد تراثها الفكري والأدبي، وكانت مأساة المسلمين هناك من أفظع مآسي التاريخ، حيث شهدت تلك الفترة أعمالا بربرية وحشية منقطعة النظير ارتكبتها محاكم التحقيق أو محاكم التفتيش. يعني كانت بمباركة من البابا غريغوري التاسع. كان هدف منها تطهير إسبانيا من آثار الإسلام والمسلمين وإبادة تراثهم اللي ازدهر 8 قرون. وأيضا يعني هاجر المسلمين من الأندلس، اللي قدر يهاجر، أما اللي بقي في الأندلس لم يتمكن الهجرة إلى المغرب، فاضطر أن يدخل في دين النصارى، لكنه كان يخفي إسلامه. أيضا تتبعوا هؤلاء وتجسسوا عليهم، وكل من يشك في أمره يدخل في محاكم التفتيش. محاكم التفتيش طبعا أجهزة وآلات يعني بشعة، يعني حقيقة كانت مؤلمة جدا. هي معروضة الآن في أحد المتاحف في إسبانيا. كانت آلات وأدوات جدا رهيبة وجدا مقززة وجدا يعني بشعة لتعذيب الناس. طبعا ليس للمسلمين فقط، كانت أيضا اليهود، كانت تطارد اليهود وكانت تطارد المسيحيين النصارى اللي يشكون بولاء الكنيسة أو كان على مذهب آخر أو